ومن خصائص هذه الدعوة والفرقة الناجية الوضوح والظهور، دعوة واضحة باطنها وظاهرها سواء، ليس عندها ظاهر غير الباطن، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لقد تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها سواء. هذه الدعوة ليس فيها ظلمات، كلها نور وكلها إشراق، ليس فيها خفاء، بل دعوة واضحة، ليس فيها مجال السرية ولا دعوات سرية ولا بيعات لإمارات دعوية، لا، الذي عندهم تسمعه في الخطب والجمعات والمحاضرات، بل وينقلونه عبر الإذاعات وعبر المجموعات، ليس فيها خفاء. أنا بضمير المتكلم بكل شجاعة يظهرون ما عندهم من الحق، ما به خفاء، وهذا لا يوجد في أي دعوة في واقع المسلمين، بل يتخفون. أأنت من الحزب الفلاني؟ قال: لا. كيف لا وأنت تسير بأوساطهم؟ لكنه جبان أن يعلنها أنه ينتمي إلى ذلك الحزب الفاسد. وأهل السنة والحديث ليس لهم إمام يتعصبون لقوله إلا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لهم إمام يتعصبون لقوله، بل يقولون كل يأخذ من قوله ويرد إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ويردون الخطأ ممن جاء به ولو كان من قريب حبيب، ويقولون الحق ممن جاء به ولو كان من بعيد